مش عاجبني المكان ده بتاع البانل ده، بتاع الكوماند بانل ده، فعايزه اغيره اوديه هنا. تمام. مجرد ما هتروح بس كده تحرك كده، الماكس هيفهم ان انت عايز تحط ال الكوماند بانل هنا، فتقوم سايبه كده، هيقوم ايه، هيدراج لوحده اصلا ويدخل. طيب لا والله عايزه ارجعه تاني. تمام. اقدر ان انا اكليك فوق كده، كليك رايت كليك، واعمل دوك رايت، هيرجع تاني مكانه. طيب ممكن بنمسكه منين؟ بنمسكه من الهيد بتاعته اللي فوق، يعني بنمسك كده. طيب هو ما ظبطش، مش عايز مثلا يجي مكانه، هو مثلا لو معرفتش ان انا اوقفه، هنعمل دبل كليك هيرجع تاني مكانه. لو انا بعد ما عكيت يعني الدنيا، عايز اعمل دبل كليك، بشيله منين؟ من الحته اللي هي الجزء اللي فوق ده الحته اللي هي فيها دوتت شويه دي. تمام. بمسك منه واقدر ان انا يبقى عندي فول كنترول. طيب اتعلمنا خلاص ان انا ممكن اقدر اتحرك، يعني حتى برضو الكنترول عندي في دول مثلا. عايزه اجيب لكم البانل دي برضو، ان انا لو عايزه اغير كده هنا كده برضو ادخلهم في بانل تانية لوحدها. يعني الكنترول عموما في اي بانلز عندك. تمام. فوق بقى، سواء الايكون اللي فوق او الاجزاء اللي عندك في بقيه السي. تمام. تمام كده. طيب في عندي هنا حاجه اسمها برسبكتيف، ده الوضع اللي انا فيه دلوقتي. في حاجه اسمها الاورثو. تمام. القرص ده اللي هو ايه؟ القرص ده اللي هو ايه؟ اللي هو ده. تلاقي بتاع بكسلت فجأة كده وضع غريب مريب، عمرك ما تستخدمه. احنا دايما بيبقى في البرسبكتيف. انا اجيب الجريد ده دايما المود اللي احنا هنكون شغالين بيه اللي هو البرسبكتيف. طيب هنا برضو في حاجة اسمها التوب، لو انا عايزة اشوف الاوبجكت بتاعي من فوق. تمام. في من اللي هو البوتوم، وفي عندي الفرونت والباك والليفت والرايت. بص مكتوب هنا اختصارات، يعني هتلاقي الليفت مكتوب ال، الفرونت هيبقى فيه اف. طيب قدام الباك، عند الباك وعند الرايت مش هتلاقي اختصارات. طيب هل كده معنى ده ما ينفعش يكون اختصارات؟ لا، في ان انت تقدر انك انت تكريت وتكستمايز. عندك ايكون عندك ان انت تقدر انك انت تخلي ليهم اختصارات. اي حاجه موجوده عندك في الانترفيس بتاعتك، خلاص حاسس ان انت الحاجه دي بعد ما يعني يبقى عندك فول كنترول شويه، حاسس ان انت لا، انا عايز الحاجه دي اختصار يبقى ليها في الكيبورد، تقدر انك انت تكستمايز الحاجه ديت ليك وتحط اختصار اللي انت عايزه. تمام. هو حاطط لك بس الحاجات اللي هي في الطبيعه، اللي هو البرسبكتيف البي. احنا ما بنستخدمش الاورثو ده خالص، ما فهو ليه حرف اليو. التوب دايما حرف التي. تمام. فلو انت عايز مثلا تعمل للبوتوم للليفت للرايت، تبدا انك انت عادي تعمل اختصارات. اوكي. طيب بعد كده بيجي عندي حاجة اسمها الستاندرد، ده اللي احنا واقفين عليه حاليا. طيب في حاجة بعد كده بقى بيبقى تحت مكتوب ايه؟ البيرفورمانس ودي اكس مود. تمام. الحاجات دي انا مش حابه ان انا اتكلم، هي ما الا بس بيبقى حاجه بتقلك الشكل بتاعك مثلا بهاي كواليتي، حاجه بيتقلك الاوبجكت اكتر. طبعا احنا طبعا احنا علشان لسه حاجة صغيرة جدا، بوكس ما فيش اي تحميل على البرنامج، فطبعا بالنسبة لك الهاي كواليتي دي حاسس ان هي حاجة عادية، ما فيش اي حاجة فيها، ما مش هتلاقي اي فرق. ممكن نبقى نشرحها فيما بعد، انما انت حاليا احنا ما بنستخدمش غير الستاندرد اللي هو يديك شكل الاوبجكت العادي. هنقدر نوضحها اكتر ونقول الفرق ما بينهم ايه لو معانا بروجكت كبير شويه. هبدا ان انا اقول لك ده عشان ايه وده عشان ايه. طيب ده هيفرق لي في حاجه، عشان بس تبقى انت عارف ايه المعلومات اللي انت هتبقى عايزها وانت بتتعرف على البرنامج ولا لا. بعد كده بيجي عندي default shading، دي بيبقى فيها يعني بيفرق فيما بعد في اشكال. اوقات كتير جدا بنلاقي اللي هو زي الكلاي، اللي هو اللون الاحمر ده، دايما تلاقي فيه ناس كده زي اللي هي الناس البيرفكت قوي، يعني طلع بروجكتس تحفه، لدرجه ان هي بتطلع البروجكت كله باللون ده الكلاي اللي هو لون الطين شويه. بتلاقي ان ال يعني الفايل كله كده.
بس بيبقى باين المجهود، وبيبقى باين ان قد ايه البروجكت ده حلو جدا، وتفاصيله بتبقى باينه وواضحه من غير ريندر. فده بيبقى نوع من انواع ان انت بتفرد شويه عضلاتك، ان انت بقيت خلاص حد بيرفكت. فبيبدا الناس اللي هي البروفيشنال قوي بيبداوا يستخدموا الشكل ده. تمام. بعد كده بيجي عندي مثلا الواير فريم. ده احنا بنستخدمه دايما، ان بيبقى مثلا عندنا يعني لو احنا بنتكلم الديفولت مثلا كده. تمام. فانا دي غرفه اهوت، وده السقف بتاعها، ودي الحيطان اللي انا شغاله عليها. تمام. فانا عايزه اشوف حاجه جوه. تمام. ببدا اعمل اللي هو الواير فريم. يعني انا لو جيت مثلا، خلينا مثلا كده نتكلم على، اوكي خلينا حاجة صغيرة. طيب، وبعد كده عملنا ايه احنا ماسكين الاوبجكت بتاعنا اهو. ففي عايزين نشوف السلندر من جوه. هنبدأ نعمل ايه؟ هنقوم جايبين ضاغطين على الواير فريم. هي ليها اختصار من اللي F3. تمام. عندي من F3. فيسز ده برضو F4. من F4 بيبان الإيدجت ويختفي. الحاجات دي دلوقتي هنحتاجها؟ لا مش هنحتاجها، بس احنا بنحتاجها فيما بعد. من الاختصارات اللي عندنا علشان نسجلها، احنا مثلا زي ما قلنا لو احنا مثلا عندنا 4 فيو بورد. تمام. وعايز مثلا من غير ما اروح اضغط، انا دايما بعمل من هنا، من ماكسمايز من هنا. هتلاقي مكتوب عندي ايه؟ مكتوب Alt W. Alt W. هنقوم نضغط على Alt W، هيعمل لي ماكسمايز للبتاع. Alt W رجع لي تاني الاربعة فيو بورد. ده علشان يبقى عندنا كده زي نوت نكتب فيها الاختصارات بتاعتنا، عشان الموضوع ده هيفرق معايا كتير ان انا ابقى عارف التفاصيل كلها. مجرد ما انت حطيت الكيبورد عملت فيه كل التفاصيل، هيبقى احسن ليك في انك انت كل شويه عينك تتوه هي فين الموف عشان احرك الاوبجكت، طب فين الروتيت، طب فين السكيل، طب اعمل ماكسمايز منين، تقعد تركز. لا، انت كده كده عارف الاختصارات، عارف انت تعمل ايه، فالموضوع هيبقى اسرع واسهل بالنسبه لك بكتير. حاجه من الحاجات برضو اللي احنا حابين نقولها، يعني علشان نكون خلصنا كل حاجه ليها علاقه بالانترفيس. انا مثلا لو فتحت مره من المرات وما لقيتش مثلا التول بارز، اي تول بار من الموجودين دول مش موجودين. طيب يعني عندي لقيت الكوماند بانل بس اللي هو السين اكسبلورر مش موجود. اعمل ايه؟ موضوع سهل جدا. هقوم رايح للتولز، هلاقي اول حاجه عندي السين اكسبلورر، هلاقيه عندي ظهر. تمام كده. طيب انا جيت فتحت في مره وما لقيتش مثلا الكوماند بانل.
ما لقيتش، فتحت الانترفيس بتاعت البرنامج وما لقيتش الكوماند بانل. ما تخضش بقى وان انا اقلق و لا، الموضوع سهل جدا. هروح في اي مكان حته فاضي هنا، هقوم اضغط كليك يمين او رايت كليك، واقوم الاقي الكوماند بانل مش معمول عليه مارك، هعمل عليه مارك هيرجع. طيب في مكان تاني اقدر اجيب منه الحاجه دي؟ طبعا في، هنروح من قائمه كاستمايز، تمام، هنروح للشو يو اي، شو يو اي هنا معمول عليه ماركه، لا احنا عايزينه يبان شو يو اي كوماند بانل، تمام. ده بالنسبة للبانلز عموما او اي حاجة خاصة بيها. طيب احنا عملنا اوبجكت خلاص، مثلا زي البوكس ده، وعايزة اسيف الفايل عشان مثلا تاني يوم عايزة اجي اكمل عليه، ملحقتش مثلا اخلص تفاصيل. هيجي عندي هنا في قائمة الفايل، اول حاجة عندي في اللي هو نيو لو انا عايزة اعمل فايل جديد، وهنا لو عايز اعمل ريسيت. نيو ده لو انا عايزة افتح فايل جديد خالص، تمام. طيب ريسيت ده لو انا عايزة اعمل كده، مش عايزة اسيف الفايل، وهعمل دونت سيف، ويفتح لي فايل جديد عادي خالص من غير ما يقفل الماكس، يعني يفتح لي فايل والماكس لسه مفتوح، تمام. طيب انا مش عايزة اقفل الفايل دلوقتي، احنا بنعرف عموما. مثلا في اللي هو السيف والسيف اس، كلها حاجات معروفة زي الكاد بالظبط. في مثلا ان انا ممكن اعمل كوبي في مكان تاني، وممكن مثلا سيف سيلكتد لو انا عندي كذا اوبجكت مثلا كده مثلا تاني، ممكن اعمل سيلكت لده، تمام. ممكن اعمل سيلكت لده واقوم عامل اروح للفايل ايا كان واعمل سيف سيلكتد واختار المكان. في اللي هو الاركايف، في الاركايف ان انا اعمل اركايف للفايل ده، برضو هنعرفه فيما بعد. ان انا مثلا عندي فايل خلصت الماتيريالز بتاعته، خلصت كل حاجة وعايزة اسيف بقى ويبقى الفايل معايا بالماتيريالز بتاعته بكل حاجة، بقدر ان انا اعمل اركايف لكل الماتيريالز بكل حاجه للفايل. هنا الامبورت ادخل فايل بس ما يكونش ماكس، هيبقى من برامج تانية، تمام. والميرج لازم هيكون فايل ماكس بس. الاتنين دول اللي بحتاجهم دايما لو انا عايزه اعمل امبورت مثلا لفايل سكتش اب، عملت موديلنج معين مثلا، دايما بنعمل كده، بيبقى الموديلنج في السكتش اب بيبقى اسهل بكتير من الماكس. كده عندي في الميرج. طيب الاكسبورت دي بقى برضو لو انا عايزه اصدر الفايل بتاعي ان انا اخرجه بصيغه تانية غير الماكس، اكسبورت سيلكتد، وفي اكسبورت الفايل كله، وفي اللي هو DWF ممكن ان انا اسلكته كفايل، ممكن ان انا اعمل له سيلكت كفايل كاد وان انا اصدره كفايل كاد. بعد كده في ممكن send to، كل الحاجات دي لا مش بحتاجها، ريفرنس مش بحتاجه، البروجكت مش، الباقيه دي مش بحتاجها. طيب ممكن نعمل سيف اس، سيف واحنا شغالين منين؟ من كنترول اس، يعني كنترول اس هتلاقيه اشتغل عمل سيفنج تحت اهو. مثلا هستضغط تاني اهو كنترول اس سيفنج. ايه اللي مطلوب مننا دلوقتي؟ ان احنا هنبدأ نطبق حاجة زي اللي احنا، حاجة من الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها، اول حاجة اللي احنا شرحناها في الكيتشر دي. التاسك بتاعي هبدأ مثلا اعمل البوكس، هنرسم بوكس مثلا، عندي بوكس مثلا، لما بيجي ارسم بوكس بعمل كده. خلاص احنا ادينا اوردر في البوكس هنا اهوت، ايه، وابتدينا نشد كده هيجي معانا، تمام. خلاص احنا عملنا دلوقتي ال الاساس بتاعي في البوكس. فاضل بقى ايه؟ فاضل عندي الارتفاع عشان الجسم بتاعي يكون او الاوبجكت بتاعي يكون 3D. هبدأ ان انا اسيب الكليك بتاع الماوس، سبت الماوس خالص اهو، تمام، بس هو لسه متسلك. هبدأ احرك الماوس من غير ما اضغط، هيطلع عندي الارتفاع. هيقف بقى على حسب ما انا عايزه اقف كده، اقف كده، اقف كده، براحتي جدا، تمام. وبعد كده اضغط بالكليك اخيرة، خلاص كده الاوبجكت بتاعي بقى تمام كده، تمام. طيب تاني بقى هنقوم قايلين ان البوكس خلاص انا عملت سيلكت للبوكس، هبدأ بكليك واسحب، تمام، يمين بقى او شمال ايا كان، اي اتجاه انا عايزه، تمام. حسيت انه اوكي ده البوكس المقاس اللي انا عايزه، هسيب الكليك
واطلع بفوق، احرك الماوس كده فوق او تحت يمين او شمال، هو كده كده هو ليه اتجاه واحد يعني، سواء كده او سواء كده. تمام خلاص. وخلاص لقيت ان ده الارتفاع تمام، انا حاسس ان الارتفاع ده تمام، خلاص هعمل كليك بالماوس وبعد كده نضغط دبليو ونبدأ نكنترول على البوكس. احنا هنا لو جينا بصينا في الكوماند بانل هنلاقي ان هو قايلك ان اللينس 89.439. طيب 89 ايه يعني؟ احنا مش عارفين 89 ايه طبعا. احنا شغلنا كله هيكون بمقاسات. لما تيجي مثلا يجيلك بلان على بي 2 دي هيكون بمقاسات. طيب هو هنا 89 41 141 82 كده ارقام عشوائيه. ليه؟ علشان انا ما عملتش سيت اب من الاول لليونت بتاعه الفايل على اساسه يبدا ان هو يطلع لي ارقام ان احنا نعمل نكستمايز اليونتس بتاعتي. هنروح هنا عندي في الكستمايز، دي من الحاجات المهمه قوي، هتلاقينا دايما بنروح لها في حاجات كتير. هيبقى عندي تحت كده مكتوب اليونتس سيت اب. تمام، هنقوم نكليك عليها كده، هيظهر لي عندي اول حاجه فوق السيستم يونت سيت اب، هنضغط عليها هيظهر لي بقى ايه، نفس تقريبا نفس الكاد، في الانش وفي الفيت وفي الميلز وفي المليمترز وفي السنتيمترز وفي المترز وفي الكيلومترز. هل في يونتس معينة احنا ملزمين نشتغل بيها؟ لا، دي الحاجة دي من اكتر الحاجات اللي هي بيرسونال قوي، حاجة ان انت على حسب ما انت متعود في شغلك ايه. انا مثلا واحدة من الناس انا ما بعرفش اشتغل غير بميترز، انما بيجيلي فايلات مليمترز لازم احولها لميترز واشتغلها. في ناس ليها وجهة نظر ان احنا يعني انت مش هتكون بتشتغل في فايلات كبيرة فممكن تشتغل بالسنتيمترز او المليمترز. يعني شايفة ان انا لا، يعني انا مش متوقع، انت كديزاينر انت يعني مش متوقع حجم البروجكتس اللي هتبقى معروضة عليك كمان سنة كمان سنتين كمان 3 او انت شغال. فمن الاساس من الاول حدد يونت واحدة تبقى سهلة، تبقى في النص، لا هي قليلة قوي ولا هي كبيرة جدا، علشان معطلش يعني حتى جالي بروجكت كبير بروجكت صغير يبقى انا محدد من الاول يعني يونت من الاول. فانا دايما بشتغل بالمترز. انت مثلا شخص بتستخدم دايما في الكاد سنتيمترز ومليمترز، اشتغل على هذا الاساس. ليه؟ لان انت وانت معاك فايل كاد وبتدخله للماكس، الافضل ان الاتنين يكونوا يونت واحدة يعني من الاول. فانا هنخليه بالميترز وبعد كده نضغط اوكي، وهنقدر نستخدم ان نقول اليونت سكيل هيبقى بالمترك. تمام ايه اوكي، وبعد كده نضغط اوكي. هنيجي بقى هنا عندي ترجع تاني ونرسم البوكس. نرسم البوكس بتاعنا، بدأ يظهر عندي ايه، خلاص بقى في وحدة في يونت انا عملتها له سطبتها له. فخلاص اي حاجة بقى انا هبدأ ان انا ارسمها في قلب البروجكت هتبدأ ان هي على طول خلاص باليونت بتاعتها الميترز، مش مضطر كل اوبجكت برسمه هروح اعمل له اليونت بتاعته. جينا نسأل مثلا والله البوكس ده مقاسه ايه، هتقوم واقف عليه في الكوماند بانل، قلنا ان هو بيبقى خاص ب اي بارامترز خاصة بالاوبجكت، خلاص اللينس الوايتس الهاي الكلام من ده. تمام. حاجة اخيرة بقى حابة ان انا برضو يعني عشان نكون خلصنا كل حاجة ليها علاقة بالسيف واليونتس وكل حاجة بالسيت اب للبرنامج، بحيث ان انا الكيتشر الجاية نبدأ نتكلم في الايكونز اللي في البارز دي. هيبدأ انا عندي مثلا لو في الواجهة بتاعتي مثلا عايز ان انا بعد ما عملت مثلا كده تمام، عايز دايما الانترفيس بتاعت الماكس بتاعتي تفتح على الشكل ده. تمام، هروح عندي فايل واقوم عامل سيف از، واكتب في اسم او الفايل نيم اكتب ماكس ستارت، هكتب ماكس ستارت واعمل سيف.
جيت اشتغلت مثلا في الفايل بتاعي، عملت كذا وعملت بوكس وترجت هنا، وبعد كده عملت كذا وكذا بوكس كده دلوقتي اهوت. تمام. وعايز ان انا اريسيت الفيو بورت ده وافتح على السين اللي انا او الفيو بورت اللي انا كنت عاملاه. هاجي اعمل اول انا هعمل فايل واكتب واعمل اضغط ريسيت واعمل دونت سيف. يس. هيظهر عندي الانترفيس او الفيو بورت اللي انا كنت عملت اللي انا سيف. طيب عايزه اسيف الفايل ده ويعني كل حاجه انا عايزه مثلا انا عملت سيف مثلا لحاجه كده كذا اوبجكت عندي. تمام. وعايزه الفايل ده كل حاجه تسيف فيه في مكان واحد، مش كل شويه اطلع مثلا اعمل مثلا سيف مثلا selected او سيف از، اقعد ادور على المكان بقى مش عارفه this ايه وادور على الدي ولا السي. لا، واحد. طيب هيكون ازاي؟ هبدأ ان انا ادخل في من فايل وفي عندي بروجكت، هبدأ ان انا اعمل create default. هنبقى خلاص ده الفايل اللي انا عايز كل حاجة خاصة بالريندر بالاكسبورت بالاوتو باك. الفايل لو اتقفل يبقى ليه اوتو باك، ده كل دي حاجات ان شاء الله هناخدها. المهم ان انا تفاصيل الفايل كله البروجكت كله تبقى في المكان ده. وقت ان ما اجي اعمل سيف هو هيبقى عارف على طول ان الديفولت في المكان ده. هنعمل select folder. تمام. خلاص كده هو دلوقتي اتسيف. انا جيت مثلا عايز اعمل اسلكت الاوبجكت ده ولوحده، على طول هتلاقيه فتح لي ايه؟ فتح لي اللي هي دينا روم وبدأ يفتح لي في السينز. تمام. بدأ ان هو يعمل لي فايلات ايه؟ اركايفز، اوتو باك، كاد، اكسبورت، اكسبريس، امبورت، ماتيريال. عمل لي فايلات لكل حاجة. وهيبدأ ان هو وقت لما اشتغل على الفايل يبدأ على طول اي حاجه خاصه بالبروجكت اللي انا بشتغله هيعمل لي في الديفولت الفايل اللي انا عملته. كل ما اتعلمت من البدايه الترتيبات بتاعه الشغل بتكون ازاي، وازاي ان انا ابدا البروجكت صح، وازاي اظبط اليونتس بتاعتي، وان انا اظبط الانترفيس على حسب ما انا اكون حابب الشكل عموما. الحاجات دي كلها بتفرق فيما بعد، يعني ستيب باي ستيب كده هتلاقي نفسك ان الموضوع سهل. يعني بنسبة 50 او مش 50، بنسبة 80% كل حاجة متوقفة على الداتا اللي عندي قبل ما انا استخدم الماكس. التاسك بتاعنا هيكون عبارة عن ايه؟ ان مثلا نعمل بوكس، نعمل سكرين شوت بالكوماند بانل، ويبقى بوكس مثلا معمول بمقاسات، يعني ايا كان بقى اليونت تبدا تظبط اليونتس بتاعتك مترز سنتيمترز، تبدا ان هي تاخد كل الستيب بتاخدها سكرين شوت، وتبدا ان هو زي يكون تاسك. التاسك سهل جدا بسيط، بس علشان ندرب ايدينا على الحاجات اللي احنا اخدناها النهارده. اللي هيبقى متابع معايا هو اللي هيبقى ليه جفت بجد هتبقى كويسه جدا. لو في اي كومنتات او في اي حاجه ما كانتش مفهومه في الليكتشر هتبداوا انكم انتوا تقولوا لي في الكومنتس علشان ان انا اقدر اوصل لكم المعلومه كافيه. ما ننساش طبعا نعمل سبسكرايب، لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل حد مهتم باي حاجه احنا بنقولها. باي باي.